السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال وصحه جيده. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. الفيديو ديال اليوم غريبه ديال الكاوكاو. غادي نقسم معكم الطريقه ديال الغريبه ديال الكاوكاو باش تجيكم مشقه وتجيكم معلكه من الداخل. بزاف ديال البنات ما كتصدقش معاهم هاد غريبه ديال الكاوكاو ولا ملوزه ديال الكركاع ولا ملوزه ديال اللوز، المهم اي غريبه كانت ولا ديال السمن، اي غريبه كانت. علاش البنات ما كتبعوش النصائح والطريقه وما كتبعوش الفيديو من الاول حتى الاخر؟ اليوم غادي نقسم معكم السر والطريقه بتجيكم مشقه وتجيكم معلكه في حال غريبه ديال الكاوكاو. هذه غريبه ديال الكاوكاو كتجي ناجحه البنات. غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر وانا مأكده غادي تعجبكم الطريقه. يلا ندوزو لطريقه التحضير والمقادير. بالنسبه للمكونات، عندي هنايا نص كيلو ديال الكاوكاو. الا بغيتو تعملوه مفرك ولا بالقشور ماشي مشكله، نص كيلو. هنا عندي 150 غرام ديال الزنجلان، غادي ندخلهم الفران يتحمروا واحد شويه، واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه. حاولوا ما تحمروهمش بزاف باش ما تجيش فيهم المذاق ديال المروريه، غير شويه ماشي بزاف. المهم ما تحمروهمش بزاف، غير شويه، خصوصا الجنجلان باش ما يجيش فيه ديك المذاق ديال المروريه. ملي كيتحمر بزاف كيرجع مر. صافي هنايا من بعد ما حمرتوه وخليتوه حتى برد، ضروري نخليوه حتى يبرد. بغيتو ديروه بالقشور ولا بلا قشور ماشي مشكله، بحال اللي كيتوفر عندكم. وهنايا الزنجلان واحد 150 غرام، ما تحمروش بزاف، خليوه حتى يبرد. عندي واحد 180 غرام من السكر سنيده و100 مليلتر من الزيت النباتيه، واحد جوج مغروفات. حتى المغروفه ديال المربى ضروري تكون د المشماش، مغروفه كبيره ديال الدقيق، شويه د المليحه، ضروري الحلوه البلديه، شويه د الملحه، 3 د البيضات على حراره المطبخ، ونوعا من جوج ديال الفاني، ووحده ديال الخميره فيها 8 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. صافي هنايا الكاوكاو يكون عندي بارد، غادي نطحنوه في اي طحان كهربائي كان عندكم. طحنوا الكاوكاو ديالكم كما قلت لكم سواء بالقشور ولا بلا قشور ماشي مشكله. بالنسبه للطحين ما نطحنوش بزاف، غير نهرمشوه ونخليو فيه ديك التهرميشه كما كتشوفوا معايا، ما نطحنوش بزاف. صافي هنايا من بعد ما طحنتو غادي نخليه على جنب ونطحنو حتى الزنجلان ديالنا حتى هو نطحنوه. هنايا غادي ندير 3 د البيضات كبارين يكونوا على حراره المطبخ، ونضيفوا شويه د الخميره الحلوه البلديه، ضروري شويه ماشي الخميره، شويه ديال الملحه شويه ديال الملحه. نخلطوا بيدينا ولا بالضراب الكهربائي ولا باي حاجه كانت عندنا. هي الحلوه البلديه ضروري كتخلط باليد، احسن حاجه الحلوه البلديه تخلط باليد. صافي هنا غنضيف السكر سنيده ونضيف ديك جوج ديال الباني. الا عندكم السائله ماشي مشكله، سكر الباني ماشي مشكله، الا بغيتو ديروا وحده ماشي مشكله، غير هما جوج كيزولوا ديك النكهه ديال البيض. صافي نخلطو مزيان حتى يذوب لينا البيض. الا بغيتو خلطوه في الضرب الكهربائي ماشي مشكله، عاد رجعوه لهنايا ماشي مشكله، مولا نخلطوه بيدينا ولا باي حاجه. المهم نخلطو مزيان حتى يذوب لينا السكر. شوفوا السكر داب ما بقاش السكر ورجع لينا الخليط ديالنا بيض بحال هيدا، بحال اللي كتشوفوا معايا. صافي هنا من بعد ما خلطت داب ليا السكر غادي نضيف الزيت النباتيه. بالنسبه اللي ما عندوش الميزان، كاس لارب ديال سكر سنيده ونص كاس ديال الزيت النباتيه. صافي اللي ما عندوش الميزان، ونخلطو مزيان. بعد ما نديرو الزيت نخلطو مزيان، نزيدو نخلطو واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق حتى كيرجعنا الخليط ديالنا بحال هيدا. صافي انا غندير المربى تكون ديال المشماش البنات، احسن حاجه تكون ديال المشماش ولا ديال الخوخ ماشي مشكله، الخوخ ولا ديال المشماش فحال. ونخلطو عادي. دابا هنايا نخلطو عادي. بالنسبه بغيتو خلطو بيديكم ولا بغيتو خلطو بالضرب الكهربائي ماشي مشكله، ولكن الحلوه بلديه احسن حاجه تكون مخلطه باليد. صافي هنا غادي نضيف الكاوكاو ديالي، نضيفو شويه بشويش ونجمعو عيد بالصباع ديال يدينا.
غير بيدينا، ماشي ندلكو ولا شي حاجه، نجمعو عاديه. ضفت الكميه اللي كانت باقا، صافي. هنايا غادي نضيف ديك الجنجلان. ها نتوما الجنجلان كيف النوايا، الجنجلان طحنتو مزيان مزيان، طحنتو ماشي هرمشتو، طحنتو الكاوكاو خليوه مرمج واحد شويه باش ملي كنعضو كنعضو كنجبرو ديك الحبيبات. صافي هنا باقي ليا الدقيق، غادي نضيف واحد مغروفه كبيره، حتى لجوج المغروفات كبارين، مغروفه كبيره على حسب الكاوكاو. شي مره كيكون شاحد، شي مره كيكون مزيت. الا جاتكم خفيفه خفيفه كتزيدوا واحد شويه ديال الدقيق ولا شويه ديال الكاوكاو، ماشي مشكله. اما كتزيدوا شويه ديال الكاوكاو ولا كتزيدوا شويه ديال الدقيق. صافي هنايا نجمعوها، عين نجمعنا الوانطيس. ما كيعجبنيش نخدم بالوانطيس صراحه، الكاميرا ضروري خصنا نخدمو بالوانطيس باش ما تبانش الروينه. المهم كنجمع بيدي عادي، ما كندلكوها ما كنحاديوها ما حتى حاجه، واخا تجيكم خفيفه هيدا ماشي مشكله. بالنسبه لي انا عدلتها في العشيه وغطيتها وخليتها في الثلاجه، خليتها في الثلاجه ليله كامله حتى الغدا في الصباح، حتى الغدا في الصباح بتجيكم ملوزه ديالكم، ملوزه ولا غريبه ولا اي حاجه قد ما ارتاحت وبقات في الثلاجه كتجي غزاله البنات، والله الا كتجي غزاله وكتجي ناجحه. انا خدمتها في الليل وحتى الصباح عاد عدلتها. صافي هنايا شحال ما بغينا نعملو د الغرام، شحال ما بغينا. انا هنايا كنوزنهم، غادي نعمل 24 غرام حتى ل 23 غرام، نتوما اللي بغيتو. المهم هنا عندي شويه ديال الماء زهر او الماء ديال الزهر، غادي نخدمهم كاملين باش تكون حتى الخدمه تكون نقيه. انا هنايا كندير فيهم 24 غرام، نتوما ديروا فيهم شحال ما بغيتو، كل واحد والذوق ديالو، كل واحد والشكل ديالو. كاين اللي كيعجبوه كبارين، كاين اللي كيعجبوه صغارين. المهم انا هنايا درت 24 غرام ولا 20 غرام ماشي مشكله، اللي بغيتو. كاين اللي كتعجبو الحلوى كبيره، كاين اللي كتعجبو الحلوى صغيره. المهم كنديرو يدينا في شويه ديال الماء ديال الزهر وكنعدلوهم كاملين بهم. وحاولوا ملي تعدلوا بحال هذا ما تنزلوهمش فوق بعضهم باش ما يلصقوش ليكم. صافي هنايا بعد ما كملتهم كاملين بهم بالتكوار، غادي ندوزو للطريقه ديال التفنيد في السكر المسحوق او السكر كلاص. السر ديال هاد غريبه هادي باش تجيكم ناجحه 100% وما تحرقش ليكم وما تذوبش ليكم في الفران. بزاف ديال البنات كتجيهم كتذوب في الفران، كيدخلوها للفران ترجع سايحه، كتسيح لكم غريبه. علاش كتسيح لكم غريبه البنات؟ حيتاش ما كديروش فيها السكر المسحوق او السكر كلاص سبيسيال. ديك الرطاب رطاب سبيسيال هو ديك السكر كلاص اللي كيكون رطب بزاف بزاف. السر ديالها باش كتبقى شابره راسها وما كيتحرقش ليكم ملي كتدخلوها الفران، كديروا السكر المسحوق او السكر كلاص، كديروه ضروري تعدلوه سبيسيال. صافي هنا غادي نكورهم مزيان مزيان 2 المرات حتى ل3 المرات في السكر كلاص ونغربلوه. قبل ما نخدموا به خصنا نغربلوه. بغيت نقول لكم واحد الحاجه البنات، انا كنت في الاول الفيديو قسمت معكم الخميره ديال الحلويات فيها 8 غرام، ما تنسوهاش، راه ضاع ليا المقطع. الخميره ديال الحلويات 8 غرام فيها، ضروري تعدلوها مع ديك 2 مغروفات او مغروفه ديال الدقيق مع الكاوكاو، ضروري تعدلوها. راه ضاع ليا المقطع، ان شاء الله اللي لاحظتوا وتفكرتوا في هذه الساعه هذه. صافي هنا كنفندوها 2 المرات حتى 3 المرات. واخا السكر كلاص غالي او السكر المسحوق غالي سبيسيال، كنديرو في شي زليفه. دابا انا درت في الزليفه هذه صغيره ما كترفدش بزاف، كندير السكر شويه بشويه باش ما يشط لياش السكر وما يفزدش ليا السكر. غادي ندوزوهم 2 المرات حتى 3 المرات، نفندهم في السكر، وفي الاخر كندير عليهم واحد شويه من الفوقي وكنديرهم في الصينيه. هانتوما كتشوفوا
كنديروا عليهم شويه. علاش؟ باش ملي كندخلوها الفران كتبقى تشق لينا، كيبقى لنا السكر من الفوقي وكتجينا فحال الثلج من الفوقي، كيبقى شاد راسو. صافي هنايا من بعد ما كملتهم بالتفنات خرج ليا 2 سينيات، نص كيلو ديال الكاوكاو خرج ليا 2 ديال السينيات. كنفندهم كاملين ولا عدلو سينيه بسينيه على حسب. لا عندكم غير سينيه وحده الفران كتعدلو سينيه بسينيه ماشي مشكله. كنتكي عليهم بصباعي شويه. الا بغيتو يجيوكم بسطحين كتكيو عليهم، الا بغيتو يجيوكم واقفين ما كتكيوش عليهم ماشي مشكله. صافي في هاد اللقطه هادي كيكون الفران ديالكم سخون على 100 ماشي على 100، كيكون الفران سخون سخون بزاف بزاف الدرجه الاخرى اللي عندكم 300 كتسخنوه حتى ل 300 من الفوق ومن التحت. الا عندكم 200 كديروا على حسب 200 على حسب كل فران. كنسخنوا الفران ديالنا الطوب الاخري على من الفوق ومن التحت. من الفوق ومن التحت كندخلوها للفران. ولا عندنا الفران ما فيش الفرفاره كنديروه على 50 درجه، ولا عندنا في الفرفاره كنديروه على 100 درجه. وكنعدلوا الفرفره اللي من الفوق باش كتشق لينا مزيان مزيان. الا ما كاينش الفرفره صافي كترجعوا الفران من الفوق من التحت على 100 على 50 درجه، ماشي على 100، على 50 درجه. بالنسبه للغاز ساهله بزاف بزاف. كنسخنوا الفران من الفوق ومن التحت، وملي كندخلوا غريبه ديالنا في الوسط ديال الفران كنطفيو الفران ديالنا وكندخلوا سينيه بسينيه. الا كان في السينيه الاولانيه برد لينا الفران عاود كنرجعوا نسخنوه مزيان مزيان، كنعطيوه الطوبي. وملي كندخلوا السينيه الثانيه كنرجعوه فحال الطريقه الاولانيه. غريبه ديال الكاوكاو كتجي غزاله وكتجي مشقه كما كتشوفوا معايا. السكر ما كيجي لا محروق لا حتى شي حاجه، وكيبقى شابر فيها وغريبه كتجي غزاله وكتجي مشقه. المهم انا كنصور بعيده وكنصور غير بيد وكنهز بيد وكنصور في الليل دابا، حيت انا عدلتها وبقيت حتى خليتها حتى بردت حتى الليل، حيت التصوير في الليل ما كيجيش مزيان معروفه. وكنخليوها حتى تبرد عاد نديروها في شي طبسيل، نحاولوا حتى تبرد لينا مزيان مزيان عاد نديروها في شي طبسيل. كتجي معلكه وكتجي غزاله. عاد تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر تصدق معكم الوصفه. هانتوما غتشوفوا البنات كتجي معلكه. هاد غريبه هادي صراحه يجيب لكم الله غير ملوزه ديال الكركاع. ونتمنى الفيديو يعجبكم والطريقه تعجبكم. الا عجبتكم وجربتوا الوصفه ديالي ما تنسونيش بالتعاليق ديالكم. كنقول لكم مرحبا بكم في القناه. ما تنساوش الخميره 8 غرام ديال الخميره تعملوها مع ديك 2 مغارف ديال الدقيق. وحتى الفيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.